السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمني بما تنفعني وانفعنا اللهم بما علمتني وزدني علما. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الفور لوب. إن شاء الله النهاردة عندنا مثالين مهمين جدا، فيلا بينا نبدأ دلوقتي. لو أنا عايز أجمع الأعداد الزوجية، أجيب عدد الأعداد الزوجية. يعني أنا عندي 100 رقم دلوقتي، عايز أشوف كام رقم زوجي جواهم. أعملها إزاي؟ احنا عرفنا إزاي بنعرف العدد زوجي ولا فردي قبل كده، صح؟ اللي هو بنعمل العدد موديولس 2، لو الناتج طلع صفر يبقى العدد ده زوجي، تمام؟ والعكس هيبقى فردي. طب ازاي نعملها في الفور لوب؟ هنحتاج الرقم، تمام، ونحتاج متغير نحفظ فيه المجموع بتاع الأعداد الزوجية، تمام. طب ازاي هنحسب من 1 ل100؟ هنعمل ايه؟ هنعمل لوب، تمام. طب تعال نشوف الخطوات كلها مع بعض هتبقى ازاي. فاحنا هنقول له انت sum، ده اللي هنجمع فيه الأعداد الزوجية، تمام. هنعمل بقى فور لوب، هنقول له هتبدأ انت اي من ايكوال 1. احنا قلنا نبدأ من 1 ل100، ولحد الاي ما تبقى بتيكوال 100، وبلس بلس الاي زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات. فاحنا هنقول له اف الاي موديلس الاتنين ايكوال 0، تمام. اعمل لي ايه؟ خلي لي السم بلس ايكوال 1 بلس ايكوال 1. يعني ايه؟ يعني اجمع لي عليه 1، تمام. يبقى انا عملت ايه؟ عرفت متغير اسمه sum عشان اجمع فيه الاعداد الزوجيه، العدد النهائي. وعملت فور هتبدا من 1 لحد 100، تمام. ويبتدي الشرط عندي، هيشوف الاي دي اللي بتتغير كل مره. لو عدد زوجي اللي هو موديلس 2 ايكوال 0، هيخلي لي الصم يزوده لي بواحد، بحيث ايه نعرف عندنا كام عدد زوجي. طب تعال نطبع كده الصم في الاخر، نقول له سي دبليو اطبع لي الصم، تمام. ندوس كنترول اف 5، طبع لي كام؟ 50. طب لو عايزين نعكس كام عدد فردي، يبقى هنقول له هنا في ايكوال 1. شوف كده 50 برضه. فهمنا الفكرة؟ نبتدي ناخد مثال تاني. لو عايز احسب الفاكتوريال، اكيد عارفين يعني ايه فاكتوريال. يبقى ازاي هنحسب الفاكتوريال؟ اكيد عارفين الفاكتوريال ده بيتحسب ازاي. كنا بنقول لو عايزين نحسب فاكتوريال الرقم 5، كنا بنعمل ايه؟ بنقول 5 في 4 في 3 في 2 في 1، صح كده؟ المجموع يطلع كام؟ 120. طب لو عايزين نعمله بالفور لوب نعملها ازاي؟ قال لك هيبقى عندك الرقم، تمام، اللي انت اصلا هتعمل له فاكتوريال، لو الرقم 5، نقول له ان ده بيكوال 5، تمام. هنقول له انت فاكتوريال، هنقول له ده بيكوال 1. يبقى احنا عرفنا المتغير اللي اسمه فاكت ده، وادينا له قيمة بواحد، تمام. هنعرف ليه ادينا له القيمة دي بواحد. يبقى احنا هنعرف الفور بتاعتنا، تمام. هنقول له انت الاي هتيكوال 1، والاي لحد ما الاي تبقى 5، اللي هو لحد الان، تمام. تمام. طب ليه لحد ما تبقى الان؟ ما احنا قلنا عايزين نجيب مضروب الخمسة، فهو هيضرب من الواحد لحد ما يوصل للخمسة. هيضرب كده من الواحد لحد الخمسة، تمام. وهنكمل، هنقول له الفاكت ده اضربه لي في الاي اللي بتتغير كل مرة. ليه؟
لأن أنا الآي عندي هتبقى بواحد، وبعدها اللفة التانية هتبقى باتنين، فأنت ضرب لي واحد في اتنين وبعدها ضرب لي واحد في اتنين في تلاتة، وهكذا. تمام. بس وفي الآخر هنطبع الفاكت ده. يبقى احنا عملنا ايه؟ خدنا الرقم اللي هنعمل له فاكتوريال، اللي هنجيب له المضروب، وبعدها عرفت متغير اسمه فاكت وقلت له ده بيكوال واحد. ليه قلت بيكوال واحد؟ عشان لما اجي اضربه هنا في الاي، طب ما انا لو خليته بصفر، فصفر في واحد خلاص كده ما هيطير الرقم. تمام، فده يعتبر المحايد الضربي، وهيلف من واحد لحد خمسة، من هنا لحد هنا. بس تعال ندوس كده كنترول في خمسة. شايف طلعت كام؟ 120. طب نعمل مضروب الستة. غيرنا ال n اهي اللي هنعملها المضروب، ونقول كنترول في خمسة. كنترول في خمسة، أيوة. طلعت كام؟ 720. فهمنا المضروب. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.